مواصلة للجهود المبذولة للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، تمكنت وحدة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران في عمليات متفرقة من توقيف عدة مروجين ينشطون ضمن شبكات إجرامية مختصة في المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية. العمليات جاءت على إثر تحريات ميدانية مكثفة مكنت من تطويق عناصر هذه الشبكات وتوقيفهم مع حجز كميات معتبرة كانت موجهة للترويج. أسفرت هذه العمليات عن توقيف 20 شخص ينحدرون من عدة ولايات وحجز 2718 قرص مهلوس من مختلف الأصناف، حجز كمية من الكوكايين وأخرى من الكيف المعالج، 4 سيارات سياحية ومبلغ مالي قدره 18600 دينار من عائدات الترويج. كما تم استرجاع دراجتان ناريتان مسروقتان، وتم حجز أسلحة بيضاء وهواتف نقالة. بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة حول جناية حيازة المخدرات من أجل البيع والوضع للبيع من طرف جماعة إجرامية منظمة، وحيازة مؤثرات عقلية لغرض البيع والمتاجرة، وحمل أسلحة بيضاء بدون سبب شرعي.